دايما الطفل الوحيد متأخر بالكلام اللي مامته وباباه مش عارفين ايه الكلام المناسب اللي المفروض يتقال من عمر يوم ولحد ال3 سنين. انما الطفل التاني اللي عنده اخوات بيتكلموا بيتكلم، بس مش زي اللي في عمره، طالما الام والاب مش عارفين ايه الكلام المناسب اللي المفروض يتقال. لان كل عمر بيكون ليه تطور معين بطريقة كلام معينة بأدوات معينة. المتابع بس هو اللي طفله بيكون في المرحلة العمرية الصحيحة، واللي مش متابع غصب عنه بيفوت حاجات وقدام بتطلع له مشاكل. وفكروا معايا صح كده، يعني كل الأطفال اللي عندي في المركز هم أطفال وحيدة؟ لأ، الأطفال اللي عندي في أطفال جاية من بيوت عيلة، في أطفال عندهم 3 و4 و5، لأنه في معايير تانية هي اللي بتخلي الكلام أقل من العادي.